نفسك تصور فيديو بجودة حلوة بس معكش كاميرا او ما تقدرش على تمنها؟ مش عايز تستعمل الموبايل في تصوير الفيديو لانك شايف انه بيطلع جودة وحشة او جودته مش حلوة معاك؟ انا ان شاء الله النهارده هعلمك ازاي تصور فيديو بكواليتي محترمه. روح اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى يلا نبدا في الشرح. عشان تصور فيديو بكواليتي محترمه الموضوع ده بينقسم لجزئين. الجزء الاول وهو اداه التصوير ايا كانت ايه هي، لو كانت كاميرا او كانت موبايل. والجزء الثاني وهي الاضاءه، والاضاءه هي يعتبر اهم حاجه في الفيديو كله، ان زي ما شرحت في الفيديوهات اللي فاتت الكاميرا بتشوف عن طريق الضوء، فطول ما الضوء مظبوط هتدي صوره كويسه جدا. والاضاءه ان شاء الله هشرحها في الحلقه الجايه. انما بالنسبه لاداه التصوير، لو انت معاك كاميرا فانت هتطبق الشروحات اللي انا كنت شرحتها في الفيديو اللي فات واللي قبله عن اساسيات التصوير. طيب لو انت معكش كاميرا اكيد معاك تليفون، امال بتشوفني منين؟ لو موبايلك اندرويد فمبروك ليك، عندك برنامج مجاني اسمه اوبن كاميرا كافي وزياده جدا لاي حاجه انت عايز تعملها. انما لو انت ايفون يوزر، انا قعدت اكتر من اسبوع بدور في الاب ستور ما لقيتش ولا تطبيق مجاني. بالنسبه لتطبيق اوبن كاميرا انت تقدر تحمله من جوجل بلاي، يلا روح حمله دلوقتي وتعالى كمل الفيديو. قبل ما نخش على الشرح روح اعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي وتعالى يلا اوريك ازاي تصور باوبن كاميرا. اول ما بتحمل البرنامج وبتخش بتلاقي دي الواجهه بتاعته. عندك اول علامه هنا للصوره انك تاخد صوره زي كده، وتاني علامه جنبها على الشمال وهي علامه الفيديو عشان تختارها فتتحول لمود الفيديو. طيب البرنامج كده مش بيصور مانيوال، ازاي نخليه ان هو يصور مانيوال؟ اول حاجه هتروح على السيتنجز او الترس اللي فوق على اليمين، هتنزل في السيتنجز تنزل تاني لحد ما توصل لكاميرا اي بي اي. هتدوس على كاميرا اي بي اي هتلاقيها موجوده على اوريجينال كاميرا اي بي اي، هتختار كاميرا 2 اي بي اي. البرنامج هيراستر وهيرجع تاني معاك كده. البرنامج فتح فيه اعدادات المانيوال. يعني لو جينا دوسنا على العلامه اللي فيها مربع عباره عن سالب وموجب هيظهر لنا دلوقتي ده مؤشر الاكسبوجر. المفروض مكتوب عندك كلمه اوتو، مجرد ما تدوس على الام اللي هي اختصار لمانيوال جاب لنا الشطر وجاب لنا الايزو. زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ان ازاي تظبط الشطر وازاي تظبط الايزو، يعني ايه شطر ويعني ايه ايزو تشوفها من الاي فوق او في الديسكريبشن تحت. ادي تاثير الشطر اهو، كل ما بزود كم الثواني اللي بيكسبوز فيهم او اللي بياخد فيهم الضوء بياخد ضوء اكتر، وكل ما بقلل او ازود الاجزاء كل ما بياخد ضوء اقل بكتير. انا بس عندي مشكله صغيره في الموبايل بتاعي ان في الكاميرا الخلفيه ما بقدرش ان انا اتحكم في الايزو على الاسبكت ريشيو اللي هو 16 في 9. كنت شرحت برضه الاسبكت ريشيو في الحلقه اللي فاتت. فكل فيديوهات القناه بصورها بالكاميرا الاماميه، فعشان بس اعرف اشرح لكم كل اللي انا هعمله اني هدخل على السيتنجز وهاجي عند الفيديو سيتنجز وهختار اول حاجه وهي فيديو ريزوليوشن. دوس عليها واختار الريزوليوشن اللي موبايلي بيقدر انه يصور بالكاميرا الخلفيه بيه ويقدر ان انا اتحكم في الايزو. تمام كده انا اخترت الاسبكت ريشيو اللي موبايلي بيقدر يتحكم فيه في الايزو. لو جينا هنا ودوسنا على المربع بتاع السالب والموجب اللي بيظهر لنا الايزو والشطر هتلاقي انه ظهر اهو. لو جينا شدينا الايزو الصوره بدات تضلم، ولو جينا عليناه الصوره بقت منوره اكتر. عندنا الشاتر سبيد برضو بيدي نفس التأثير، كل ما بنسرعه او بنقلله يعني بنخلي مدة الفتح اسرع بكتير قوي او مدة قصيرة بيدخل ضوء اقل، ولما بنعلي المدة بيدخل ضوء اعلى. طيب في حاجة هنا، لو انت حملت البرنامج ودخلت على كاميرا اي بي اي لقيت ان هي موجودة اصلا على كاميرا اي بي اي 2 وجيت بتدور هنا ما لقيتش في امكانية انك توصل لنظام الاكسبوجر ده او للايزو وانت مش عارف تجيبها منين، كل اللي هتعمله انك هتدخل تختار كاميرا اي بي اي اوريجينال او اوريجينال كاميرا اي بي اي وتقفل البرنامج، بعدين تقوم تفتح البرنامج تاني وتختار كاميرا 2 اي بي اي. ده مجرد جليتش بسيط في البرنامج، يعني مجرد ما تعمل الحركه دي هيشتغل تاني. طيب نبدا نشرح في اعدادات البرنامج نفسه. هندخل على السيتنجز واول حاجه عندنا هنا وهي الفيس ديتكشن. ده بيقول لك ان هو بيعمل فوكس بطريقه انه بيتتبع وشك بدل ما هو يعمل فوكس على منطقه الفوكس اللي انت محددها له. انا عن نفسي ما استخدمتوش ولا مره، ما اعرفش اداؤه هيبقى عامل ازاي في الموبايلات لان انا ما اعتقدش ان كل الموبايلات هتأدي نفس الاداء في الفيس ديتكشن، طبعا على حسب قوه الموبايل تقريبا. تاني حاجه تهمنا اننا هنخش على اون سكرين جي يو اي وهننزل تحت هنسكرول تحت خالص
هنلاقي عندنا اخر حاجه بتقول فورس ماكسيمم برايتنس. الفورس ماكسيمم برايتنس بيخلي ان الشاشه تبقى منوره باقصى سطوع ليها اثناء التصوير. ممكن تقفلها او تسيبها، انا ارجح انك تسيبها لان هي هتبين لك شكل الفيديو الحقيقي هيبقى عامل ازاي، بدل ما تصور الفيديو ولما تاخده على البي سي بتاعك او اللابتوب تكتشف ان هو شكله مختلف تماما، او انك بعد ما ترفعه تكتشف برضو ان اضاءته مختلفه، لانك في الشاشه كنت شايف ان الصوره مظلمه لكن في الحقيقه هي الصوره منوره اكتر. فبالتالي انا شايف ان فورس ماكسيمم برايتنس خليها، بس اهم حاجه تكون قبل ما تصور شاحن الموبايل كويس. هنرجع تاني، اول حاجه بقى عندنا هنا هي الفوتو سيتنجز، دي سيبك منها انا مش هشرحها النهارده، انا بس كل اللي هشرحه هو الفيديو. ندخل على الفيديو سيتنجز. اول حاجه خالص وهي الريزوليوشن، اللي كنت لسه مغيره شويه للريزوليوشن اللي موبايلي بيدعمه انه يصور بيه بتغيير في الايزو. اول حاجه عندك الريزوليوشن، هو جايب لك كل الريزوليوشنز اللي الموبايل بتاعك بيدعمهم. ايوه انا موبايلي بيدعم 4K وما بيدعمش انه يغير الايزو على الكاميرا اللي ورا، حاجه غريبه جدا. عندك لحد 4K او ايا كان موبايلك بيدعم ايه، من اول ريزوليوشن من اقل ريزوليوشن تماما تقدر موبايلك انه يصور بيه لاعلى ريزوليوشن ممكن موبايلك يصور بيه. ولو لاحظت ان مكتوب على يمين الريزوليوشن بين قوسين الاسبكت ريشيو بتاع الصوره، واللي بعده الميجا بت بير سكند اللي هو بيصور بيها، اللي هي البيت ريت. كل ده كنت شرحته في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها، شوفهم من الاي هنا او من الديسكريبشن تحت. تاني اعداد هو الفيديو ستابلايزيشن. انا ما انصحكش ابدا انك تستعمل فيديو ستابلايزر بتاع موبايل، لانه بيكون مبدئيا ديجيتال ستابلايزر وبيكون سيء جدا 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 لابعد الحدود. ده في الموبايلات الرخيصه طبعا. الايمج ستابلايزر بيوقع فريمات وبيعمل لاج، حرفيا بيبقى الفيديو شنيع. حاول تثبت نفسك ارحم 1000 مره من انك تستعمله. تالت حاجه وهي الفيديو فورمات. الفيديو فورمات يعني انت عايز الفيديو ده يكون H264 ولا HEVC ولا 3GBP، كل الحاجات ديت انا بنشرحها في الحلقات الجايه ان شاء الله. بس اختصار بسيط عنهم، ال H264 هو الكودك الشائع اكتر للاجهزه كلها، وهو يعتبر الكودك اللي متوافق بشكل كويس مع كل الاجهزه. انما ال HEVC هو الكودك بتاع ال H265. الفرق بين الاثنين كودكس دول ان ال H265 بيكون بيطلع فيديو مساحته اصغر شويه، لكنه مش بيكون شغال على كل الاجهزه او مش مدعوم من كل الاجهزه. يعني لو جهاز الكمبيوتر بتاعك قديم شويه ممكن يواجه بعض المشاكل في ال H265، فانت خليه على ديفولت او خليه على H264. الحاجه اللي بعدها هي الفيديو بيكتشر بروفايل. الفيديو بيكتشر بروفايل ايه هو؟ البروفايل الالوان اللي بيصور بيه. طب يعني ايه بروفايل الالوان اللي بيصور بيه؟ تعال نفتحه ونبص. هتلاقي اول حاجه عندك الريك 007 واللي بعده الاس ار جي بي، وهتلاقي بعده مجموعه من اللوج. عندك لوج فاين، لو، ميديوم، سترونج، اكسترا سترونج، وهتلاقي بعده الجاما والحاجات اللي في الاخر انا والله ما اعرفهاش. بس المهم ما تستخدمش اي لوك او اي بروفايل الوان من برنامج تصوير زي ده على الموبايل، لانه برضه هيديك جوده سيئه جدا جدا جدا. يعني لا، ممكن اوريك عملي لو جبنا اللوج فاين، هو مبدئيا مش هيبقى زي اللوج بتاع البروريز بتاع الابل اللي هو من ايفون 13 برو فما فوق، لا هو هيبقى حاجه شنيعه وهتشوفها دلوقتي. ده المنظر على لوج اكسترا سترونج. الصوره حرفيا في اماكن في الشادوز متاكله تماما في الصوره. لو نزلنا شويه مثلا السترونج او ميديوم كده، الصوره على ميديوم برضو لو ركزت هتلاقي ان الشادوز بايظه خالص. ولو خدت الصور دي على كمبيوتر او على شاشه احسن هتلاقي ان الالوان رايحه في داهيه. فنصيحه مني خليها على ديفولت طول ما انت بتصور بموبايل. الكمبيوتر خلاني اعرف اديلكم المثال. لو تبصوا على الشاشتين بصوا الفرق ما بين الاسود اللي فوق والاسود اللي تحت في اللوج. حرفيا اللوج من اي برنامج تصوير مانيوال بشع، تستخدمهوش. انما لو انت معاك جهاز من اللي بيدعمه زي الايفون 13 برو فما فوق، استعمل الابل برو ريز اللي هو اللوج، هيديك مرونة مش طبيعية في التلوين. نرجع تاني للسيتنجز، نرجع دي بس على ديفولت وننزل للسيتنجز اللي بعدها. عندك تالت الحاجة او الحاجة اللي بعدها الماكسيمم ديوريشن اوف فيديو. ده معناه ايه هي المدة اللي انت عايز الفيديو يبقى اقصى حاجة يوصل لها. يعني مثلا لو اخترت هنا 3 سكندز او 3 ثواني، فالفيديو اللي هتصوره اخره هيصور 3 ثواني وهيفصل، ومعاك لحد 45 دقيقة او 1 اور. وفي الاخر ممكن اخليها اصلا unlimited، فهو يصور زي ما يصور عادي، بحيث ان هو يخليه على فيديو واحد.
الخيار اللي بعده هو restart video after max duration. الخيار اللي بعده مرتبط باللي فوقيه، معناه انه يعيد تشغيل الفيديو كام مره بعد ما يوصل للحد بتاع الزمن اللي انت مديهوله. يعني لو مثلا قلنا هنديله مثلا الفيديو دقيقه، وهنيجي على restart video after max duration مثلا هنقول له repeat 2 times، يعني عيده مرتين او كررها مرتين. فهنا الفيديو هيصور دقيقه، بعد الدقيقة هيبقى ده كده فيديو فايل لوحده هيتسيف، وهيبدأ يشتغل بعدها على طول بدون تدخل منك، يصور فيديو كمان دقيقة، وأول ما تخلص هيسيفه، وبعدها بدون تدخل منك على طول هيصور فيديو تالت لمدة دقيقة وبس، يقف على كده لأنك قلت له ريبيت 2 تايمز. إنما لو قلت له دونت ريستارت فهو كده بعد المدة اللي أنت محددها مش هيعيد تاني، ومعاك لحد 10 تايمز أو 10 تايمز. الخيار اللي بعد كده هو الماكسيمم فايل سايز، ده الحد الأقصى لحجم مساحة الفيديو اللي أنت عايزه يطلع من البرنامج. يعني لو دخلنا هنا هتلاقي ان اول حاجه 100 ميجا بايت، 200 ميجا بايت، لحد 9 جيجا بايت. بمعنى انك لو اخترت 100 ميجا بايت فمجرد ان الفيديو يوصل ل 100 ميجا بايت هيفصل التصوير على طول. الخيار اللي بعده هو ريستارت اون ماكسيمم فايل سايز. ريستارت اون ماكسيمم فايل سايز برضه مرتبط بالخيار اللي فوقيه، بمعنى لو انا مثلا مختار انه الفيديو يتصور لحد 200 ميجا بايت مثلا، فاول ما يوصل 200 ميجا بايت فلو انا قلت له ريستارت اون ماكسيمم فايل سايز، كل اللي هيعمله ان اول ما الفيديو يوصل 200 ميجا بايت هيسيفه كفايل، وهيبدا الفيديو اللي بعده على طول، هيكون الفرق بينهم كام فريم بس، وبرضه هيفضل يصور لحد لما يوصل للليميت اللي انت مديهوله. انا عن نفسي ما بحطش ليميت، انا بخليه ديفايس ديفولت وبسيب الريستارت اون ماكسيمم فايل سايز. الخيار اللي بعده هو ريكورد اوديو، ده بسيط، هو فكرة انه بيسجل بس الصوت مع الفيديو. اللي بعده هو الاوديو سورس، ده مصدر الصوت اللي هتستخدمه، عايز يسجل بالمايك بتاع التليفون ولا مايك اكسترنال. الخيار اللي بعد كده هو لوك سكرين وين ريكوردينج فيديو، ده فكرته ان اول ما تبدا ريكورد الفيديو مش هينفع انك تدوس على الشاشه خالص، بحيث ان يعني ما تدوسش دوسه غلط ممكن تغير حاجه في الفيديو. اللي بعد كده بقى وهو الفيديو بيت ريت، ده انا كنت شرحته في الحلقه اللي فاتت. لو فتحناه هنا فانت عندك من اول 100 كيلو بايت، وطبعا ده رقم يعني لو تليفون ارضي هيصور برقم اكبر من كده. خد بالك بقى انا هنا ممكن اصور لحد 200 ميجا بت بير سكند. طب هل ده معناه ان انا موبايلي احسن من الكانون R50؟ مستحيل طبعا. هو كل اللي بيحصل انه بياخد معلومات يعني تعتبر ملهاش اي لازمه، لان ببساطه سنسور الموبايل ليه حدود، يعني هو السنسور ليه حدود في المعلومات اللي هيسحبها. فكل اللي هيحصل ان هو هيكبر حجم الفيديو على الفاضي، وفي الاخر انت مش هتستفيد منه حاجه غير انك هتهلك موبايل، هتنقص من البطاريه جامد، وهتاخد فيديو مساحته كبيره جدا على الفاضي. وخلي بالك انك لو هتصور على اعلى ميجا بت فهو مش هيصور معاك مده طويله، يعني ممكن يقعد 10 دقايق ويفصل او 5 دقايق ويفصل على حسب موبايلك. فكل اللي عليك انك تجرب كل نوع ميجا بت فيهم او كل رقم ميجا بت وتشوف هيصور معاك لحد امتى. انا عن نفسي بظبطه على 50 ميجا بت. اللي بعده هو الفيديو فريم ريت. الفيديو فريم ريت برضو كنت شرحته في الحلقه اللي فاتت، وهو انك تظبط فريم ريت الفيديو على حسب اللوك اللي انت عايز تطلعه. معاك من اول 15 24 25 30، ومعاك 60 96 100 120 240. الارقام الكبيره اللي تحت دي كلها السلو موشن، احنا مثلا هنختار 30. واللي عندك بعد كده كريتيكال باتري تشيك، ده هيوقف الفيديو لو البطاريه فاضل فيها حاجات بسيطه. وبعد كده فلاش واير ريكوردنج، ده هيبقى منور الفلاش وانت بتصور الفيديو. كده احنا شرحنا اعدادات الفيديو من جوه البرنامج. في برضه بعض الاعدادات. اول حاجه عايز بس اقولها لك ازاي اننا نظبط بقى اعدادات الاضاءه على الفريم ريت والريزوليوشن احنا اخترنا. احنا دلوقتي اخترنا فريم ريت 30، فاحنا هنيجي هنا وهنختار الشاتر هيكون 1 على 60 جزء. وطبعا الايزو هتظبطه على حسب الاضاءه اللي انت شايفها مناسبه ليك، ان انا مفيش جسم ولا الكاميرا يبين الاضاءه للاسف، فانت هتظبطه على حسب الاضاءه المناسبه. لو انت بتصور نفسك لوحدك فانت ممكن تجيب شخص تقعده قدامك تقعد تظبط عليه الاضاءه وتقعد مكانه ويقول لك هل الاضاءه شكلها مظبوط ولا لا. حاجه برده مهمه جدا نسيت اقول لك عليها، وانك تدخل على السيتنجز عشان نظهر الجريد. هتدوس على كاميرا بريفيو وهتنزل تحت، انزل كمان، انزل كمان معلش، كمان لسه اهي شو ا جريد. هتختارها وتختار 3 في 3، ده الجريد اللي هو اللي بنستعمله في اي حاجه. فاحنا دلوقتي ظبطنا الاعدادات، عايزينها ان هي ما تتغيرش نهائي، فانت هتيجي هنا وهتدوس على لوك اكسبوجر. كده الاكسبوجر بقى لوكد، مش هيتغير الاضاءه ابدا لو حطيت حرفيا الموبايل في الشمس. نيجي بقى للثلاث نقط هنا والثلاث نقط هنا، لو تاخد بالك برضو عندك القدره انك تغير الريزوليوشن. تاني حاجه هي السبيد، وده سرعه الفيديو، عايز الفيديو يبقى سلو موشن ولا عايز الفيديو يبقى سريع كانه تايم لابس. لو بصيت فوق هتلاقي عندك علامه كشاف، وده الفلاش بتاع الموبايل، بس طبعا اوعى 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 تصور بيه ابدا مهما كان، حتى هو مش عايز تقفل اصلا. عندك بقى فوق مكتوب كلمه AF
اللي هو اوتو فوكس، وعندك ام اف اللي هو مانيوال فوكس. لو انت عايز تستعمل المانيوال فوكس فركز معايا في النقطتين دول. انت هتدوس على المانيوال فوكس، ظهر لك تحت تقدر انك تعمل بيه فوكس، بس انت محتاج تفعل حاجه اسمها الفوكس اسيستنت. هتفتح السيتنجز وتخش على الكاميرا بريفيو، هتلاقي عندك فوكس اسيست، هتدوس عليها وعندك 2x و4x. ده معناه ايه؟ هوريك بعملي. لو دوسنا مثلا 2x وجينا نظبط الفوكس، هتلاحظ انك لو جيت لمست الفوكس، بص الصورة زومت. طيب ده يبقى لازمته ايه؟ لازم عشان وانت بتعدل الفوكس تبقى مزوم على الشكل اللي قدامك عشان تشوف الشاربنس فيه مظبوطه ولا لا، لان شاشه التليفون مش هتبين لك كم الشاربنس اللي ياكد لك ان الفوكس مظبوط، لانك مش حاطه على شاشه الكمبيوتر. انك ممكن تصور بيه بالفوكس كده، ولما تاخد على شاشه الكمبيوتر تتفاجئ ان الفيديو اوت اوف فوكس. فالفوكس اسيست فكرته انه بيقوم مزوم 2x او 4x عشان تظبط انت عليه الفوكس. انا عن نفسي بصور برضو باوتو فوكس. لو جينا ونزلنا هنا برضو هنلاقي عندنا الجريد، انواع الجريد، واللي تحت عندك الوايت بالانس. الوايت بالانس برضو كنا شرحناه. عندك ممكن انك تصور بيه مانيوال، بس خد بالك من حاجه، في موبايلات ما بيكونش فيها حاجات شغاله، ودي حاجه انت لازم تتقبلها، وهو يعني هو الواقع كده للاسف. انا مثلا في موبايلي ما ينفعش ان انا اغير الايزو في الكاميرا الخلفيه اللي هي احسن كتير من اللي قدام على الاسبكت ريشيو الكامل، وبرضه عندي الوايت بالانس متشقلب، بس الحمد لله ان هي جت على قد الشقلبه بس، بمعنى ان كل ما بقلل الوايت بالانس المفروض الصوره تصفر، بس انا عندي الصوره بتزرق، وكل ما بعليه الصوره بتصفر ومفروض ان هي تزرق، بيوصل لحد 15000. مش عارف كلفن ايه اللي 15000، بس لو هي على قد كده فتحمد ربنا. في موبايلات زي الاي 23 من سامسونج حرفيا السين بيقلب ار جي بي مجرد بس من ان انا اغير الوايت بالانس. فكل اللي عليك انك تتاقلم بس على الدنيا، تاقلم عليها لحد لما ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله وتجيب كاميرا. واخيرا الخط اللي تحت على اليمين ده هو خط الزوم، لانك تقدر تزوم بيه او ترجع. بس كده ابقى انا وريتك ازاي تصور مانيوال باوبن كاميرا. انتظر بقى الفيديو القادم لاني هشرح فيه الاضاءه بالكامل. حاجه اخيره عايز اذكرها، لو حاجه في البرنامج انت ما فهمتهاش او ما سمعتش عنها قبل كده، تقدر تتفرج على الفيديو ده او الفيديو ده، هتلاقي فيه شرح كل الاعدادات دي ان شاء الله. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.